في دكتور اسمه الدكتور محمد عبد الغني قاسم من الشرقية. الدكتور ده سافر برا 30 سنة، متغرب من عمره كله، قعد برا طول حياته لحد ما بقى عنده 59 سنة وخلاص مش هيستحمل غربة تاني، وقال لك خلاص هقعد في مصر. أول ما قعد في مصر قال لك ابنه اتقلب عليه. أول ما قال له خلاص إن أنا مش هسافر تاني، بدأ بقى شتيمة وتهزيق وقلة أدب، والراجل بقى قال كل حاجة. قال لك انا صرفت كل فلوسي على عيالي. وابنه بقى يقول لك ايه؟ انت مالكش عندي فلوس، ودي مش فلوسك، ودي حاجتي ودي مش حاجتي، وانا اللي عملت، وامي ليها النص، وامي كانت شغاله دكتوره وكانت بتصرف على البيت، وليها نص الارض وليها نص البيت. وقال بقى حاجات كتير قوي. قام جاي الدكتور محمد عبد الغني طالع في فيديو تاني ومتكلم وقايل انه خدوا منه 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه، رقم يرعب، رقم يرعب بأمانة. تخيلوا ان راجل يبعد عن بيته 30 سنة عشان خاطر يكبر عياله. يقولك الخلافات كلها حصلت في اخر 19 سنة لما العيال اتخرجت من الجامعة. صرف عليهم احلى تعليم، احلى اكل، احلى شرب، حرم نفسه من الحياة، حرم نفسه من العيشة هنا في مصر، من وسط اهله ومن وسط كل حاجة، وعاش لوحده غريب في بلد، يأكل نفسه ويشرب نفسه ويغسل لنفسه هدومه ويروح شغله ويرجع تاني يخدم نفسه في البيت، وهكذا لحد ما خلصوا 30 سنة. انت المفروض تتعمل لك تمثال بعد ال 30 سنة دول، وعامل 50 مليون لعيالك، ترجع هيعملوا لك تمثال في قلب البيت ويقدسوك في قلب البيت كده، هيعملوا لك تمثال. اب شقيان عليهم شيء بجد، وحرم نفسه من الحياة عشانهم، مش عشان خاطر يهنوه بعد ما يكبر في عمره ويتذل كده قدام الناس ويستغيث بالناس. يا جماعة حد يقف معايا، يا جماعة حد يقف جنبي، يا جماعة يا رئيس يا جمهورية. وصل صوته لكل الناس. حاجة تحزن وقصة ترعب، قصة ترعب لما احنا في لسه دلوقتي هو بيحصل كده. امال لما يجي كمان جيل هيحصل ايه؟ ده صرف عليهم كل حاجة. ده الموضوع طلع ملوش دعوة خالص بان انت اتصرف عليك او تربيتك كانت شكلها عاملة ازاي او اتعلمت ازاي. القلب الجاحد، القلب الجاحد. الام دورها هنا هي اللي تلين قلب عيالها على ابوهم. زي قصة خباز كان شغال في مصر وما كانش قادر ان هو يعيش عياله، سافر السعودية، قعد عمره كله لحد ما تعب، وبعد كده نزل هو اجازة، عياله كانت كبرت خلاص، هو سافروا هما وبقى هو قاعد في مصر. بدلوا بدلوا الايات، ما شافوش بعض طول عمرهم، هو هنا وهو هناك. يا جماعة اللي بيحصل ده ما ينفعش يتسكت عليه، ولازما اللي له السيادة وله التدخل في الموضوع ده يتدخل ويحله. الراجل تعبان. يعني انتوا شايفين كسرة راجل قدام عياله ومنهم اللي هو بيقول لك اللي انت حاربت عشانه استعد بقى عشان يحاربك. لا اله الا الله. انا ما بقيتش عارف اقول ايه، والله ما بقيت عارف اقول ايه. ظلم، اكبر ظلم في الحياة. سرقوا عمره وسرقوا فلوسه. 30 سنة، 30 سنة غربة، يرجع ياخدوا الفلوس منه. مش اخوه، مش ابن عمه، ابنه من لحمه من دمه من صلبه، ابنه. يعني مش حد غريب عنه، ابنه. يقول لك هو صرف كل فلوسه بس على العيال التانيين، مش انا. طب ما العيال التانيين دول اخواتك، جمعوا شملكم وحطوا ايديكم في ايدين بعض. اقول لكم بقى حاجة، الافضل من انك تسافر وتملى حجر مراتك وعيالك فلوس، انك تقعد جنبهم، ولما ابنك يغلط في كلمة تديله بالقلم وتربيه، عشان لما تكبر ما يرفعش عينه فيك، مش ياخد فلوس منك ويقولك ملكش حاجة وعايز يرميك في الشارع. ولا انت شايفين ايه؟ لو اول مرة تشوفونا اعملنا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. صلوا على النبي في الكومنتات، واحكوا لنا بقى في الكومنتات، قولوا لنا الموقف ده ايه رأيكم فيه. بأمانة أنا زعلت وكل الناس زعلت، وأي حد عارف الموضوع ده زعل. كلنا بندعمك يا دكتور محمد.